حسين الشحات ومن بعد كأس العالم، وكلامنا عن حسين الشحات، وقلنا ان حسين الشحات استمراره في النادي الاهلي يعتبر، يعني انا مش عايز اقول يعني حاجه كبيره، يعني ان انا اقول مثلا جريمه في حق النادي الاهلي، لا انا اقول مثلا ايه، انه ده شيء سيء، بس هو كده. انه حسين الشحات في 7 مباريات مع النادي الاهلي في الدوري المصري شارك منهم في 3، وهو ما عندوش رغبه ان هو يشارك، بيلعب كده اكنه بيلعب في هاوي في تقسيمه، ما عندهوش الاحتراف الكافي ان هو يلعب في نادي بحجم النادي الاهلي في الوقت الحالي. ويمكن عشان ترقيص او ترقيصتين بيعجبوا الجمهور، فهو يعني بياكل بيهم عيش على قفا الجمهور. مشارك في 3 ماتشات، لا بيسجل ولا بيصنع. لو ده لاعب بره في اي نادي اوروبي مثلا، او اي نادي في، المهم عند الجمهور ايه؟ ان هو يسجل ويصنع بس. طيب ده لا بيسجل ولا بيصنع، استمراره في الفريق ده مش عبء على الفريق؟ ولا ايه الموضوع بالظبط؟